السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ من ايه؟ رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى يا حبايبي تعالوا اوريكم رز اللبن العسل ده طواجن واطباق بيتعمل ازاي. معانا هنا يا حبايبي ميه سخنه، انا بسلق الرز يا حبايبي الاول وبعدين اضيف له اللبن. انا معايا هنا كوبايتين رز انا منقياهم ومنضفاهم، ويا ريت يا حبيبتي الرز ما يبقاش فيه رز احمر، يبقى رز ابيض. وهنا يا حبايبي كوبايه رز اهي بالصلاه على النبي اهو يا حبايبي. دي بعد ما حطيت الرز وهتنني ايدي معايا يا حبايبي لما يتسلق ويتشرب الميه. صلوا على النبي بقى يا حبايبي. لو اول مره تشوفوني وتنوروني في قناتي يا ريت تشجعوني كده باشتراك من حضراتكم وتنوروني في قناتي وتعملوا لايك كده وكومنت حلو من كده من ايدكم يا روح. وصلوا على النبي. هنا يا حبايبي بدا بقى ان هو يخش في تسويه. انا زودت ميه لقيته طبعا بدا ان هو ينشف في الميه، زودت ميه. هتنيكي يا روح اي كميه هتعملي. شايفه كوبايه رز عملت لي كميه حلوه ازاي، ولسه كمان ولسه. صلوا على النبي كده يا حبايبي، صلوا على النبي، صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو لسه هيزيد في حجمه يا حبايبي، ولما يعوز ميه حط له ميه عادي. احنا نسلقه الاول كده يا حبايبي. هو كده استوى. تعرفي ازاي يا روح ان هو استوى؟ اهوت هو تلاقي الحبايه خلاص دابت بدات ان هي تفتح يا روح. هنا يا حبايبي بقى بالصلاه على النبي هننزل باللبن بتاعنا. احنا غاليينه وسايبينه يبرد حتى هننزله بالوش بتاعه. ويا ريت يا روحي اللبن بتاعك يا روحي يكون جاموس بالصلاه على النبي. بعد ما نزلنا باللبن يا روحي هننزل بالسكر اهوت يا قلبي. صلوا على النبي يا حبايبي. السكر يا حبيبتي على حسب ما انت بتحبي. بعد ما ضفنا السكر يا حبايبي انا حطيت السكر على حسب ما انت بتحبي، بس لازم يا روحي يكون مسكر طبعا. معانا هنا بقى يا حبايبي ديت لو حضراتكم تعرفوها دي ريحه الموز يا روحي. ريحه الموز بتحط على الكحك على الحلويات حسب ما انت حابه. انا بحب احطها على رز بلبن. ما انتش حابه يا روحي هتحط فانيليا عادي، بس انا بفضل جربيها وعلى ضمانتي وهتلاقيها طعمها جميل خالص وغيرت لك خالص ريحه اللهم صل على النبي. اهو يا حبايبي هننزل بالجمال ده. ساعه ما بتحطها كده على رز بلبن بتخليهولك ريحته حاجه تانية خالص. بالصلاه على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي. لو وصلتوا بقى لحد هنا مع ام نوره كده في الفيديو يا ريت تدعموها وتفرحها قلبها باشتراك في القناه يا روحي عشان كده يوصل لكم كل جديد يا قلبي. معانا هنا بقى يا حبايبي معلقتين نشا هنربط بهم يا روحي الرز بلبن. يعني ايه يا ام نوره؟ يعني احنا لازم يكون رز بلبن مش كله رز، لا لازم يكون الرز بلبن بتاعنا سايل كده يا روحي. شايفه يا روحي؟ سايل كده اهو، شايفه؟ ويكون يا حبيبتي الرز مش كتير. اللبن بتاعك لما تحطيه يا روحي عادي لو انت حطيتي شويه ميه تاني مفيش اي مشاكل، بس حاولي برضك ما تشوشي اللبن برضك يبقى كميه حلوه معاك. واللبن الجاموس لازم يكون صابح يا روحي عشان ما يكونش رايب او راب منك وانت ما خدتيش بالك يا روحي. وهننزل بقى بالنشا يا روحي. صلى على النبي كده يا حبيبي. هننزل بالنشا اهو. ايد يا روحي بتنزل وايد بتقلل اهو يا روحي اهو، عشان النشا يا روحي ما تتكتلش معاك كده. خلاص بقى يا روحي بقى جمال خالص اهوت. اللهم صل على النبي. صلى على النبي يا حبايبي. معانا بقى هنا يا حبايبي شويه اللهم صل على حضره النبي محمد. معانا شويه جوز الهند هننزل بهم كده يا حبايبي اهوت على حسب ما انت حابه. لو مش حابه يا روحي براحتك، بس انا بنحليه بس وبيبقى عشان يبقى طعمه كده عشان بالنسبه للي هنحطه في الطاجن في الفرن يبقى واخد طعم ريحه جوز الهند يا روحي. هو ده بقى يا حبايبي القوام اللي احنا عايزينه اهو. شايفين القوام العسل اهو؟ شايفه يا روحي القوام اهو؟ يا ريت ما تقليش عن كده يا روحي. هو ده القوام اللي احنا عايزينه، لان لسه لما بيبرد يا روحي بيريح كمان شويه وبيتقل لوحده اهو. شايفين القوام؟ ولا ريحه بقى الموز يا سلام يا سلام، حاجه كده تفتح نفسك على الاكل يا روحي. والف هنا وصحه على قلوبكم. هنصب بقى هنا في الطواجن بالصلاه على النبي يا روحي. ايه رايكم بقى يا حبايبي في الكميه بتاعتنا الجميله ديت بالصلاه على النبي؟ صلى على النبي يا حبايبي. احنا عملنا هنا 4 طواجن اهوت، وعملنا كميه ما شاء الله اللهم بارك اهو. حاجه جميله خالص بكوبايه رز واحده يا حبايبي. بينفش خالص وبقى جميل خالص وبقى عسل. واللهم صل على حضره النبي محمد. وكيلو لبن بس يا روح اهو. هنبدا بقى نحط المكسرات بتاعتنا القمر ديت. ايه رايكم بقى يا حبيبي في الجمال ده؟ لايك بقى كده لام نوره، واللي لسه ما اشتركش لام نوره في القناه ينورها كده بوجود حضرته معايا في القناه، ويشترك لي في القناه يا حبيبي عشان يعرفوا بوجودي. او انما الطواجن دي يا حبايبي ما ينفعش نحط لها مكسرات من فوق يا روحي. احنا هنسيبها كده زي ما هي وهنحطها بس على الشعله من فوق. ما تولعيش طبعا من تحت يا روحي عشان هو بس هياخد لون بس من فوق. ماشي يا قلبي؟
ايه رايكم بقى يا حبايبي في الجمال دي يا حبايبي؟ بعد ما خد لون من فوق من الشوايه من فوق بقى جميل خالص، وبألف هنا وصحة على قلوبكم اللي تجربوا طريقتي. او حاجه كوبايه رز، اللهم صل على النبي، كوبايه من الكبيره يعني، قولي كوبايه ونص مثلا من اللي هي الشوب يا روحي، وكيلو لبن، وشوفوا هتعملي الكميه العسل دي. او بالصلاه على النبي، صلوا على النبي كده يا حبايبي. او الف هنا وصحه على قلوبكم. ويا ريت لو حبايبي وصلوا لحد بقى معايا هنا في الفيديو، يا ريت كده يعملوا لي اشتراك في القناه وينوروني بوجود حضراتكم معايا، وتعملوا لي لايك حلو كده من ايديكم وكومنت عسل كده زيكم. واسيبكم بقى يا حبايبي في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.